ميعاد خروج ضرس العقل بيبدا من سن 18 لسن 25 سنه. علامات اول ما نبدا نحس بيها لازم نعرف ان ضرس العقل بتاعنا بيخرج. اول حاجه التهابات في مكان ضرس العقل. الالتهابات دي بتبقى نتيجه عن خروج ضرس العقل يا اما بزاويه يا اما بمكان مستقيم. نبدا نحس بالم في مكان خروج ضرس العقل، ونبدا نحس بريحه كريهه او نشم ريحه كريهه في مكان خروج ضرس العقل. ولذلك اول حاجه لازم نعملها نعمل اشعه ونتوجه لدكتور الاسنان على طول. لو عندنا ضرس العقل خارج باستقامه الموضوع بسيط جدا ونقدر نخلعه بسهوله، لكن لو الموضوع خارج ممكن باعوجاج شويه فده محتاجين ان التدخل الجراحي لازم عشان نشيل ضرس العقل. التدخل الجراحي لازم يبقى تحت اشراف اخصائي جراحه وجه وفكين. كل الكلام ده موجود ان شاء الله في عيادات هيلث كير. كان معاكم الدكتور محمود محمد الصنفاوي، اخصائي جراحه الوجه والفكين وتجميل الاسنان، موجود معاكم في عيادات هيلث كير.